عنهم وأرضاهم. إسلامه يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه. ويأتي خبر وفاة خالد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة، وهو الذي يعرف قيمة خالد، فيظل واقفا يرتعش ويرتعد ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أبا سليمان لقد عشت سعيدا ومت حميدا وما عند الله خير. ثم يبكي عمر رضي الله عنه ويقول: مضوا وخلفوني وحدي، مضوا وخلفوني وحدي. ثم أخذ عمر بردته يجرها وجلس في المسجد وحده يبكي، وأخذ يضرب رجله بعصا عنده. ارتجت المدينة بالبكاء لمصابهم بخالد سيف الله المسلول. ويأتي رجل إلى عمر ويقول: يا أمير المؤمنين، إن نساءنا يبكين ويندبن خالدا. قال عمر: ثكلتك أمك، أسكت، دعهن على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. كان بين خالد وبين عمر مثل ما بين البشر من إحن في بعض الأمور، لكن لما حضرت الوفاة خالد ابن الوليد، هل تدرون إلى من أوصى أن يقسم تركته وصدقاته وعقاره؟ قال: بلغوا عمر ابن الخطاب عني السلام وقولوا له: قد جعلت وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أخبروا عمر وكان واقفا بكى حتى جلس. ومن هذه الوصية نصنع أحجارا نلقمها في أفواه الذين أرادوا أن يحطوا من قدر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن منزلة سيف الله خالد رضي الله عنهما وأرضاهما، ومن منزلة أي عظيم من العظماء الذين رباهم وعلمهم أستاذ العظماء أستاذ الدنيا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يوم روى إسلامه، يوم حكى